متابعينا الكرام، اهلا وسهلا بكم في حلقه جديده على قناتكم قضيه اليوم. بدايه كنوجه الشكر للمتابعين ديالنا فين ما كانوا كيتواجدوا، وايضا كنرحبوا بالمتابعين الجدد لاول مره كيشاهدوا او التحقوا بقناه قضيه اليوم. كذلك كنشكركم على التفاعل ديالكم وعلى التعليقات ديالكم اللي كلها كنقراها، وكذلك على التحفيز اللي كتحفزونا على هذه القناه. بدون اطاله وعلى بركه الله ندخل معكم في سرد احداث او اطوار قضيات اليوم. والجريمه اليوم هي احدى القضايا ديال الدرك الملكي، ودارت الاحداث ديالها في سنه 2016. الحلقه اليوم متابعينا الكرام غادي نبداها لكم من البدايه، لان قضيه معقده وفيها بزاف ديال البحث وبزاف ديال الشك. واحد السيده العمر ديالها بالضبط اثناء وقوع الجريمه 59 سنه، كتسكن في واحد الحي شعبي، مزوجه وعندها واحد البنت، ولكن هي تزوجت تقريبا حتى فاتت 40 سنه، لان الخدمه ديالها الاولى كانت كتخدم في واحد المستشفى كفام ضميناج، او دوك العيالات اللي تيخدموا في النظافه. غادي تتعرف على واحد السيد. هذا السيد هذا عنده واحد المحل ديال البقاله او محل ديال المواد الغذائيه، وغادي يتفاهموا وغادي يتزوجوا. لما تزوجوا هاد السيده هذه كان في العمر ديالها تقريبا داك 41 سنه، جابها للدار سكنها معاه، هو عنده المحل ديالو، وكذلك السيده خرجت من الخدمه ورجعت مقابله للدار ديالها. غادي تزاد عندهم واحد البنيته. هاد البنيته غادي يولي في العمر ديالها تقريبا 8 سنوات، غادي تدخل المدرسه. الزوج ديال هاد السيده كانت الخدمه ديالو كما قلت لكم عنده محل ديال المواد الغذائيه، وعنده واحد السياره. هاد السياره هذه تيخليها للزوجه ديالو، لان الزوجه ديالو عندها البيرمي، وتيقول لها انت ما عندك ما يدان، انت جالسه في الدار في العشيه هزي السياره وسيري للمدرسه جيبي البنيته. وداك الشيء اللي كان هنا. هاد الام هذه كانت موصيه الاداره ديال المدرسه باش ما يطلقوش البنت حتى تجي موراها. واحد النهار جاو الوالدين ديال هاد السيده، جاو عندها جات الام ديالها والاخت ديالها، جاو عندها ضياف جالسين معها. البنت ديالها قاريه من 2 تقريبا ل5 ونص. واحد اللحظه هاد السيد هادي قالت للام ديالها واختها غادي تسناوني، غادي نمشي للمدرسه نجيب البنت ونرجع. انا غادي ناخذ السياره ديال الزوج ديالي، غادي نمشي للمدرسه نجيب البنيته ونرجع. وداك الشيء اللي كان مشات تجيب البنت، ولكن الوالده ديالها واختها شافوا بان السيده تعطلت، لان المدرسه ما بعيده شيء، هما ساكنين في المدينه. هاد السيده علاش غادي تعطل؟ حتى من الهاتف ديالها خلاته في الدار، اي ما داتوش معاها باش يتصلوا بها ويعرفوها فين وصلات او فين مشات. السيده ما رجعاتش والتليفون ديالها في الدار. بقاو كيتسناو دابا تجي السيده ما رجعتش. داز ساعه ونص. واحد اللحظه الام ديالها واختها خرجوا من الدار وتوجهوا للمحل اللي تيخدم فيه نسيبه، ومشاو لعندو علموه وقالوا له ودي راه مراتك خرجت تجيب البنت ولي حدود الان مازال ما رجعتش. هاد السيد هذا غادي يشوف واحد صاحبه غادي ياخذ منه السياره وغادي يمشي للمدرسه، ولكن الوقت اللي مشى للمدرسه غادي يلقى البنت ديالو مازال مع الحارس ديال المدرسه. وهنا الحارس ديال المدرسه لقاه مقلق، قال له شريف انت الزوجه ديالك موالفه، هي اللي موصي انا باش البنت ما نطلقوهاش تجي هي، وحنا البنت ما عارفينش كيفاش نصيفطوها، بقات معنا. راه داز تقريبا هذه واحد الساعه ونص مراتك ما جاتش دير البنت، والبنت ديالك هي معنا. السيد خدا الزوجه خدا عفوا البنت ديالو، ولكن الزوجه ديالو ما جاتش تاخذ البنت. اذا هاد السيده فين مشات؟ حتى من التليفون تيصون عليه. غادي يتفاجئ بان التليفون حسب الروايه ديال الام ديال الزوجه اختها بان التليفون خلاته في الدار. راهم اصلا داروا هذه القضيه هذه لما السيده ما رجعتش اتصلوا بها ولقاو التليفون ديالها تيصوني في الدار. اي التليفون خلاته في الدار، مشات دغيا باش تجيب البنت، ولكن السيده ما جابتش البنت. فين مشات الله اعلم. هنا بدا كيتسرب الشك. هنا الزوج لما جاب البنت ديالو رجع تيهضر مع واحد صاحبه. هاد صاحبه تيجيب ليه السلعه، عنده واحد الكاميو تيمشي بين مدينه ومدينه، وقال له ودي انا هاش وقع لي هاد العشيه. لقاه مقلق. هذاك الشيفور الكاميو كاميو صغير. قال له ودي فلان راه السياره ديالك بانت لي في البلاصه الفلانيه، اي في واحد المنطقه تابعه نفوذ الدرك الملكي، وهاد السياره تيقول هاد الشيفور الكاميو بانها متوقفه جنب الطريق حدا واحد الغابه، كاينه تما واحد القنطره وحدا واحد الغابه، وهذيك الغابه كبيره. وقال له بانني انا السياره ديالك شفتها تما، ولكن انا ما شفتش الماتريكول ديالها، اي داك واحد الترقيم ما لاحظتهاش باش نعرفها واش ديالك ولا ماشي ديالك، ولكن السياره انا عارفه بانها ديالك. انا دزت قلت ما السيد غادي يجي يدير هنايا، ولكن لما قلت لي بان الزوجه ديالك ما رجعتش وخدات السياره ديالك، يمكن راه السياره ديالك كاينه تما. هاد السيد اي الزوج
غادي يقول هاد مول الكاميو غتمشي معايا توريني البلاصه اللي واقف فيها السياره. قالوا نمشي معاك. داكشي اللي كان. مشاو لتما، وهنا الزوج غادي يتفاجئ بان السياره اللي متوقفه تما وهي ديالو. السياره متوقفه جنب الطريق وداخله في واحد البلاصه اللي هي فيها التراب، ولكن الزوجه ديالو ما كايناش. البيبان مفتوحين، الكونتاكت ديال السياره او المفتاح ديال السياره كاين فيها، ولكن الزوجه ديالو ما كايناش. هنا الزوج كان غادي يرتكب واحد الخطا، لانه قال صاحبه اللي هو الشيفور الكاميو غادي تاخذ السياره ديالي، اي غادي ديماري السياره ديالي اللي خلاتها الزوجه ديالي هنايا وغادي تتبعني، وانا غادي نمشي بالسياره باش جيت. ولكن الشيفور الكاميو خدم ذكي، قالوا اسمع الله يرحم والدين، قالوا السياره متوقفه هنايا وانت السياره ديالك راه ما لاحظتيهاش، راها مضروبه من الجهه ديال الباب اليسار، او عفوا الباب اليمين، اي جهه الباب اليمين. هنا الزوج غادي يلاحظ بان كاين واحد الضربه، اي كاين شي واحد كاين كيحتك مع السياره، بين بان الباب تعوجات، وحتى داك الليزيل او داك البارشوك قدامي السياره حتى هو دخل. اذا كاينه حادثه. هنا السيد قالوا غادي نمشيو نعلموا الدرك الملكي، هذيك البلاصه تابعه النفوذ ديال الدرك الملكي، يمشيو عند الجدرميه علموهم. الجدرميه جاو، الحال بدا تيظلم. لما جاو الجدرميه عرفوا الامر بانه كيتعلق بحادثه، والسيد كيقول لك بان الزوجه ديالي ما كايناش، اي خرجت تجيب البنت ولكن ما رجعت لا هي ولا البنت لقيتها في المدرسه، ولكن السياره والزوجه ديالي، السياره لقيناها والزوجه لحدود الان ما لقيناهاش. هنا تخبرت النيابه العامه لان الزوجه مختفيه والسياره. تيقول الزوج ديالها بانها تعرضت للحادثه، ولكن السيده ما كايناش في السياره. قلبوا تما لقاو شي اثار ديال الدم او شي حاجه بحال هكذا، ما لقاو والو. ولكن داك البلاصه اللي تلقات فيها السياره راها بعيده على المدرسه، دونك الا جات من الدار ديالها وجات للمدرسه خاصها دوز على المدرسه عاد توصل هاد البلاصه اللي راها متوقفه فيها السياره. اذا فاتت المدرسه. اذا شكون جابها لهنايا ومع من كانت وعلاش جات لهاد البلاصه وفينا هي اصلا؟ هذا هو السؤال المطروح. النيابه العامه غادي تدخل على الخط وغادي تصيفط رجال ديال الدرك الملكي وحدين اخرين باش يديروا واحد التفتيش داخل داك الغابه، لان داك الغابه كانت غابه مرعبه. الناس ديال الدرك الملكي لما تجيهم شي جريمه كاينه في هذه الغابه تيشدوا فوق راسهم، لانها كتكون جريمه غامضه. اللي غادي يرتكب جريمه في هذه الغابه مستحيل واش يشدوه. كانوا الناس ديال الدرك الملكي لما كتجيهم شي اخباريه بان كاينه جريمه في الغابه الفلانيه تيديروا يدهم فوق راسهم، ما غاديش تفك، لان كانت غابه شبه غامضه فيها بزاف الغموض وبزاف ديال المشاكل كيوقعوا فيها. الناس ديال الدرك الملكي غير بعيد، لان ديك الغابه كان فيها الحجره، كاين حجره هنا وحجره هنا، هما غاديين تيقلبوا، قلب هنا قلب هنا، وواحد اللحظه وهما يعثروا على واحد السيده مقتوله. هاد السيده هذه لابسه واحد الجلابه، في الرجل ديالها لابسه صنداله، اي باينه السيده بان عاد خرجت من الدار. السيده مقتوله بطريقه بشعه، حداها واحد الحجرات باين اللي قتلها ولا اللي قتلوها كانوا تيضربوها بداك الحجره. الراس ديالها واكل العصا، اي الراس ديالها مضروب، الوجه ديالها مازال باين، كذلك الرجلين ديالها مضروبين. السيده في واحد الحاله يرثى لها. نعرفوا الامر يتعلق بجريمه قتل، وكذلك هاد السيده هي مرات هاد السيد اللي كيقلب عليها، واش جابها لهنا وشكون اللي دار فيها هاد الحاله. غادي تخبر النيابه العامه مره اخرى. هنا النيابه العامه غتعطي الاوامر باش يحرصوا على مسرح الجريمه ويحتفظوا بالناس اللي بلغوا ريتما يوصلوا للعناصر ديال التشخيص القضائي، وكذلك العناصر ديال لا بي جي اي بريغاد جوديسيير. لما جاوا العناصر ديال بريغاد جوديسيير وكذلك العناصر ديال التشخيص القضائي او تقنيه مسرح الجريمه، تسلم لهم مكان الحادث. خلال المعاينات الاوليه كما قلت لكم كتبان السيده لابسه واحد الجلابه، من تحت داك الجلابه لابسه واحد السروال اللي هو خفيف، ولكن من خلال اللباس ديالها كتبان بانها ما تعرضتش لشي اعتداء او شي حاجه بحال هكذا. ولكن اللي قتلها بهذه الطريقه ولا اللي قتلوها بهذه الطريقه هي طريقه انتقاميه. لما تلقاو شي واحد مضروب عده طعنات او عده ضربات او كذا او كذا، بين هذه الطريقه ديال الانتقام. وحسب المعاينه الاوليه ديال تقنيه مسرح الجريمه كيلاحظوا بان السيده اللي ضربها ولا اللي ضربوها استعملوا آلة رادة. آلة رادة وهي شي عصا ديال الحديد او شي خشبه او شي حاجه بحال هكذا، ماشي آلة اللي هي ماضيه او آلة حاده. كانت مضروبه في الراس ديالها، الرجل ديالها كانت مهرسه من يديها، اي اللي قتلها بطريقه بشعه. هنا قلبوا تما لا لقاو شي اداه الجريمه او شي حاجه اللي تقدر تفيد التحقيق. مع الاسف ما لقاو والو،
وهاد الغابه كما قلت لكم ما فيهاش الشراب بزاف، فيها الحجر. هذاك الحجر جاي مسطح، واخا الجاني او الجنس يدخلوا تما ما غاديش يخليو شي اثار ديال الزطيم او شي حاجه بحال هكذا. جثة تصورات وتهزات نحو مستشفى الاقليمي او المستودع الاموات قصد التشريح للوقوف على ملابسات الوفاه وتحديد التاريخ ديال الوفاه. هنا غادي نطلق البحث. اول حاجه غادي يستمعوا الزوج كيقول الاقوال اللي قلت لكم في الاول بانه عنده محل ديال المواد الغذائيه. هاد السيد مزوج وعنده بنت في العمر ديالها 8 سنوات، والزوجه ديالو تعرف عليها هذه واحد المده بعد ما كانت خدامه فام ميناج او واحد عامله النظافه بواحد المستشفى. ولما تزوجوا جلسها من الخدمه وقال لها انت هاد الدار ديالك، قابلي البنت ديالك وقابلي الشغل ديال دارك وعطيها الطوموبيل. قالوا لي علاش عطيها الطوموبيل؟ قال لهم ودي عطيها الطوموبيل على اساس بان انا تنقي الخدام تمشي في الصباح تنجي حتى الليل، البنيته تتقرا في المدرسه عموميه، هي موصيه الاداره ديال المؤسسه باش البنيته تبقى تما مع الحارس ريتما تجي موراها. هي ديما لما البنت كتخرج تتمشي موراها بالسياره تجيبها وكترجع للدار. كيف العاده الام ديال الضحيه والاخت ديالها لما استمعوا لهم العناصر ديال الدرك الملكي، لان هذه القضيه جات في النفوذ ديال الدرك الملكي، تتقول الوالده ديال الضحيه باننا كنا جالسين في الدار، حنا جينا عند البنت ديالي انا واختها وجالسين واحد اللحظه قالت لنا بانه غادي تمشي تجيب البنت. حنا بقينا كنتسناو، دابا تبان السيده ما بانتش. لما صونينا عليها التليفون ديالها تيصوني في الدار، عرفنا بان التليفون ديالها خلاته في الدار ما داتو شي معاها لان المدرسه غير قريبه، كاع الا تعطلت واحد 15 دقيقه. حنا بدا كيدخلنا الشك، السيده ما رجعتش، دابا تجي السيده ما رجعتش. حنا خرجنا مشينا عند راجلها لان عارفين المحل ديال راجلها، علمناه بهذه الواقعه. لما علمناه هو شاف واحد السياره ديال واحد صاحبه ومشى للمدرسه، لقى البنت تما، ولكن بنتنا حنا ما مشاتش مور بنتها. لهذا حتى غيجي موراه واحد مول الكاميو. هذا مول الكاميو هو اللي غادي يقول ليه بان السياره ديالك شتا البلاصه الفلانيه. جابوا ايضا مول الكاميو تيقول لك انا تنجيب السلعه، اي تنفرق السلعه للحوانت، وانا هذيك الطريق ديالي، اي تنجي من المدينه الاخرى تنجي لهذه المدينه. ولما كنت جاي انا تنعرف السياره ديال فلان، تنعرفها مزيان، ولكن انا قلت يمكن هو ما عنده ما يدير تما، تقدر تكون غير الطوموبيل كتشابه. مشيت بحالتي، ولكن الوقت اللي وصلت لقيته بانه مقلق وقال لي بان مراته خرجت بالطوموبيل وما رجعتش. انا قلت له ودي راه الطوموبيل ديالك، لان الطوموبيل ديالو كندير فيها واحد الزواقات باينين معروفين، اي معروفه الطوموبيل ديال فلان. قالوا ما انا سيدي بانت لي الطوموبيل واقفه تما، لاحظت بان يمكن يكون جال تما، ولكن انا قلت يمكن غتشابه، يمكن شي واحد راه عاوتاني يدير نفس الزواق في داك السياره ديالو. مشيت بحالتي، ولكن الوقت اللي جيت لقيته تيقلب انا قلتها لي، قلت له ودي راه السياره ديالك كاينه البلاصه الفلانيه. مشينا انا وياه، الوقت اللي وصلنا لقينا السياره تما ولقينا فيها الساروت، اي البيبان ديالها مفتوحين. قال لي ناخذوا السياره ونرجعوا، قلت له لا، لانني انا لاحظت الطوموبيل مصدومه او شي حد اصطدم معها من الجهه ديال اليمين، هذيك الباب اليمين، الباب اللي من جهه الشيفور من الجهه الاخرى، على اثار ديال شي واحد كان كيضرب الطوموبيل. شي حد بدا تيضايق الطوموبيل تدخلها لذاك الجنب ديال الغابه، اي تيطاردها من هنا دخلت السياره لجنب الطريق. انا قلت ليه ما غاديش نديو الطوموبيل، غادي نعلموا الجدرميه، لان الجدرميه هما اللي بحثوا في هذه القضيه هذه. كانت هذه الاقوال ديال الشيفور ديال الكاميو. ولكن هنا غادي نطلق البحث حتى غادي نشوفوا الطبيب الشرعي. الطبيب الشرعي شنو تيقول بان السيده تقتلت ما بين داك 5 و5 ونص ديال العشيه، ما كانش عندها شي اعتداء او شي علاقه بخاطرها، اي سيده ما تعرض للاعتداء ولا والو، ولكن السيده تقتلت بطريقه بشعه. عندها ضربات على مستوى الراس، على مستوى الجسم ديالها بالكامل، يديها مهرسه ورجليها مهرسه. اي حتى الطبيب الشرعي تيقول بان هاد السيده هادي راه اللي قتلها عول باش يصفيها ليها، راه هذا اللي قتلها انتقم منها، لان الطوموبيل كانت تما ما مشات شيء. الزوج يقول لك انا الطوموبيل ديالي ما فيها والو، حتى حاجه ما مسروقه منها. اذا هاد السيده هادي واش كانت عندها شي علاقه مع شي واحد؟ واش هاد السيده هادي كانت دايره مع شي واحد تما ودابزت معاه وقعوا مشاكل؟ ممكن. هنا غادي يرجعوا يبحثوا في المحيط ديال الزوجه، ولكن الناس في الحومه تيقول لك ودي هاد السيده ما عمرناش نعزم عليها شي حاجه خايبه، او انها تصدر مع شي واحد او داخل عندها شي واحد او غادي عند شي واحد. قلبوا تما في الحومه، اي كان تنسيق بين العناصر ديال الدرك الملكي والعناصر ديال الشرطه القضائيه، لان السيده ساكنه في المدينه.
ولكن الناس والجيران تيقولوا بان هذه السيده عارفينها مزوجه وعندها واحد البنت، وعارفين بان تمشي بالسياره ديال الراجل ديالها تجيب البنيته وتجي. شي حاجه اخرى حنا ما عارفينهاش وما عمرنا شفنا عليها شي حاجه خايبه، او شفنا بان كتهضر مع شي واحد او مدخله عندها شي واحد او راكبه مع شي واحد. كانت هذه هي التصريحات ديال الجيران، اي الجيران ديال الضحيه. سولوا الام ديالها واش هاد السيده كانت عندها شي علاقه، كانت مزوجه، كانت قال لك لا سيدي حنا البنت ديالنا تزوجت في واحد الوقت اللي هو متاخر، اي السيده حتى تقريبا فاتت 40 سنه عاد تزوجت. الزوج ديالها تيقول لك انا ما عندي مشاكل مع الزوجه ديالي، وما عمرها قالت لي بان عندها شي مشكل او شي حاجه بحال هكذا. ولكن الدرك الملكي لاحظوا بان السياره شي حد كان كيطاردها، بدا تيصدمها، اي تيضرب الطوموبيل من هاد الجهه. ولما داو الطوموبيل عند المركز ديال الدرك الملكي وداروا المعاينه ديالهم، تيلاحظوا بان الطوموبيل مضروبه حتى من الجهه ديال الشيفور، كاين ضربات من تما، اي طوموبيل عوجه، اي شي حد كان كيضربها من هاد الجهه وتيضربها من هاد الجهه. ولكن الا كانت هاد العصابه ديال السرقه ديال السيارات، علاش هاد السيده ما داولها السياره وعلاش قتلوها؟ يعني بداو كيشكوا في الزوج قالوا ليش من السياره كتستعملتها؟ قالوا ما سيدي هذه هي السياره ديالي، هي اللي لقيتها مضروبه. واخا التوقيت الفلاني فين كنت انت؟ اي الوقيته اللي تقتلت فيها الزوجه. قال لك سيدي ها في كنت كان في المحل، والمحل ديالو عنده واحد الخدام، هذاك الخدام جابوه هو سولو قال لك اودي بالفعل حنا كنا في الخدمه، احتاجت عندنا نسيبتو واخت ديال المراه ديالو، وشتو بانه غادي وعيط لصاحبه وجاب ليه شي طوموبيل ومشى تيقلب. كانت هذه الافاده ديال الخدام ديال الزوج اللي خدام معاه في المحل. الزوج قلبوا داك السيارات اللي عنده او داك السيارات اللي تيستعمل اللي تيعطيو لهم صحابو، لقاو بان حتى طوموبيل ما عليه اثار ديال الصدام او الحادثه او شي حاجه بحال هكذا. رجعوا تيقلبوا في المحيط، قلب هنا قلب هنا سول هنا بحث هنا، مع الاسف ما لقاو والو. حاولوا يرفعوا بعض البصمات من داخل السياره ولكن كذلك ما لقاو والو. السيده علاش داروا في هذه الحاله؟ شنو هما الاسباب؟ اذا السيده هذا اللي ضرب لها السياره وخرجت لذاك القنت وقتلها، علاش؟ واش هاد السيده عندها شي عداوه؟ عندها شي مشاكل؟ واش فايت ليها دات لشي واحد شي حاجه؟ او العلم لله. هنا الام ديالها تتقول بان بنتي ما عندها مشكل، البنت ديالي ما عمرها تشكات لشي واحد او تيطاردها شي واحد او عندها شي عداوه مع شي واحد. كانت هذه الافاده ديال الام ديال الضحيه. الزوج هو ما كيشك حتى واحد، قال لك سيدي انا ما كاين حتى شي حاجه، انا ما عارف والو. هنا غادي ياخذوا الرقم الهاتفي ديال الضحيه وغادي ياخذوا التليفون ديالها بامر من النيابه العامه، غادي يفتشوه. التليفون كان شاعل والتليفون ما فيهش الكود. خداو التليفون وبحثوا وشافوا هاد السيده مع ما كتهضر مع ما كتكلم، ياك ما تكون دارت مع شي واحد في التليفون وخرجت عنده. ولكن مع الاسف هاد البحث هذا ما عطى حتى اكل. السيده ما كتهضر مع حد، ما كتمشي مع حد، العلاقات اللي عندها مع الام ديالها الخواتات ديالها فقط. كاين اختها اللي جات عندها وخواتاتها وحدين اخرين مزوجات كتهضر معهم، هذا ما كان. وعندها العلاقه مع زوجها، شي مكالمات اخرى خارج الاطار الزوجيه ما كايناش. اذا هنا البحث ضرب واحد الباب اللي هو مسدود. ها علاش قلت لكم في بدايه الحلقه بان هذه الغابه هذه اللي وقعت فيها الجريمه، الناس ديال الدرك الملكي لما تيعرفوا بان جريمه وقعت فيها تيديروا يدهم فوق راسهم، عارفين بان هذه الغابه منحوسه. الا وقعت شي جريمه او وقعت شي سرقه او شي حاجه بحال هكذا، صعيب باش يفكوا اللغز ديالها من غير اذا كانت شي صدفه فقط. هذه الجريمه هذه كذلك كانت جريمه غامضه، ما عرفوش شكون اللي قتل هذه السيده مزوجه، بحثوا في المحيط ديالها ما عندها علاقه. هذا اللي قتل الاولاد اللي قتلوها ما سرقوها ما والو. علاش صفاو مع الحسابات بهذه الطريقه؟ قلبوا في العائله ديالها واش هذه السيده عندها شي ورث وكاين شي مشاكل عائليه، ما لقاو والو. اي السيده ما عندها لا ورث لا والو، عندها الزوج ديالها وعندها بنتها فقط. هذه القضيه هذه غادي تبقى في هذا المنوال هذا، ما غادي يوصلوا حتى نتيجه. الزوج جيران بقى فيهم، اي جيران ديال الحومه، الزوجه ديالو قتلوها والطوموبيل ديالهم مضروبه وكذا. بدات الهضره كتروج مني منك مني منك، حتى غيجي واحد السيد، هذا السيد موظف غادي يجي عند الزوج ديال الضحيه، قال له فلان بغيت نهضر معك في واحد الموضوع يقدر يفيدك. قال له اما هو؟ قال له انا عندي واحد الولد، هذا الولد صغير، راه واحد السيد هذه مده جا عنده واحد الطوموبيل من نوع
رونو 19، راجل كبير، وسول الولد ديالي على الزوجه ديالك. خبط الولد ديالي وقال له ودي بغيت نسولك ولدي على ديك السيده اللي دخلت في الدار الفلانيه. والولد ديالي لما سمع بان المراه ديالك صبحت مقتوله راه قال لي هذه المعلومه. هنا هاد الزوج ديال الضحيه مشى عند داك الولد وسولو وقال له ها كي دايره الطوموبيل، وصفها ليه. اي وصف ليه الطوموبيل وقال له ودي راه جا عندي واحد السيد راجل كبير، شنو لابس شنو لابس، وقال لي بانه هذيك السيده شكون هي وشنو سميتها. وانا هضرت معاه قلت له ديك السيده راه ساكنه هنا وراه مزوجه وعندها واحد البنيته صغيره تتقرا. هذا الولد هذاك في العمر ديالو تقريبا داك 16 17 سنه. هاد المعلومات هذه غادي يهزها الزوج ديال الضحيه ويديها للدرك الملكي اللي مكلفين بهذه القضيه. هنا الناس ديال الدرك الملكي غادي يجيبوا هاد الولد، وبما انه قاصر غادي يستمعوا ليه بالحضور ديال الاب ديالو. هذاك الولد اكد لهم هاد الاقوال هذه، قال لهم سيدي هنا في كنت جالس وجا عندي واحد السيده شنو لابسه شنو لابس، ها المواصفات ديالو راجل كبير، هو تيبان لي بان راجل كبير ولكن ما عطاش لي العمر ديالو شحال. قال لك سيدي انا كنت جالس وجا عندي وبالطوموبيل كي دايره وسلم عليا وسولني على فلانه الله يرحمها، لان هي كانت يلاه دخلت وهو جا موراها. انا فاش سولني قلت له ديك السيده مزوجه وراه عندها واحد البنت وراجلها فلان ومشى بحالته. كانت هذه الاقوال والتصريحات ديال هذا الولد وكذلك الاب ديالو. ولكن هذا السيد هذا شكون هو؟ سولوا ذاك الولد. هذاك السيد كتعرفوا قال لك ودينا الا شفتو نعرفوه ولكن ما عمري شفتو. هذاك السيد غريب على الحومه ديالنا، حنا ولاد الحومه تنكونوا جالسين تما تنعرفوا اللي كيدخل اللي كيخرج، ولكن داك السيد بعيد على داك الحومه وما عمري شفتو تما. شكون هو هذا السيد اللي جات يقلب على هذه السيده؟ رجعوا عند هذا الولد وقالوا ليه الوقت اللي جا هذا السيد في وقتاش، وقال لك راه تقريبا هذه واحد المده ديال ما بين 12 يوم حتى 15 يوم. عطاهم ذاك الوقت. نزل الدرك الملكي بقاو في الحيره من الامر ديالو. شكون هو هذا السيد وشنو جا تيدير في هذه الحومه وعلاش كيسول على الضحيه؟ هنا رجعوا عند الزوج وسولوه قالوا ليه نتايا عاوننا شي شويه، واش كاين شي واحد من العائله ديالكم عنده هاد الطوموبيل هادي هاد النوع ديال الطوموبيل؟ السيد بدا كيدور في راسو قال لك سيدي لا ما عندناش، حنا ما عندناش شي واحد عنده شي طوموبيل من نوع 19 اي رونو 19، ما كاينش شي واحد. هاد الرونو 19 كان اللون ديالها خضر مغلوق. ناضوا تيبحثوا قلب هنا ديك الحومه ما فيها شي كاميرات باش نرجعوا ليهم ونشوفوا هاد السيد شكون هو. ولكن هاد الهضره هادي هاد الاقوال هادي تسربت بين العناصر ديال الدرك الملكي في الكومباني، اي في المركز ديال الدرك الملكي او في السريه ديال الدرك الملكي اللي كتسمى لا كومباني. هاد الكومباني كاينين بزاف ديال لي ترونش، اي كاين المركز القضائي اللي هما لا بي جي، كاين كذلك فرقه الدراجين، كاين الدرك الملكي اللي مكلفين بالحوادث، كاين كذا وكاين كذا. رجع هاد الهضره بان في البلاصه الفلانيه تلقات واحد السيده مقتوله وحدها السياره ديالها، وكاين واحد السيد جا تيقلب عليها في الحومه ها شنو كاين. الفرقه ديال الدراجين غادي يقولوا اي العناصر ديال الدرك الملكي اللي هما فرقه ديال الدراجين غادي يقولوا العناصر ديال لا بي جي اي المركز القضائي، قالوا لهم بان ذاك النهار شدينا واحد السياره كانت غاديه بسرعه. هاد السياره هذه من نوع ايردوس، اللي صايق كان واحد الولد صغير وحده واحد الراجل كبير، واللور كاين واحد الولد حتى هو قد هذاك الولد اللي شيفور. وهاد الطوموبيل من نوع 19 ها اللون ديالها وكان جايه بواحد السرعه. وهنا تيقولوا هاد الفرقه ديال الدراجين لما شدينها بالرادار اي داك الرادار كان رادار موقت، كيكون واحد الدرك في واحد البلاصه وتيشد داك المخالفه وتيرسلها للاخرين، هما تيحروا المخالفه لما توصل عندهم صاحب المركبه او صاحب السياره. هاد الدركين قال لك ودي جاو عندنا هاد الناس هادو وقفنا الشيفور، ولكن حنا عارفين بان لما تيوقف شي واحد في شي باراج او هذا وتسكن عنده شي مخالفه خام قليل اللي كيقول لك هاك الوراق قيد. الاغلبيه تيرغب الشاف سمح لينا كذا حنا ما شفناش البلاكا ما شفناش كذا ما انتبهتش للكونتور ما انتبهتش للسرعه كيكون هاد القضيه هذه. ولكن هما تيقولوا هاد الفرقه ديال الدراجين لما وقفوا هاد الناس هادو كانوا في عجله من امرهم، واللي لاحظوا هاد العناصر ديال الفرقه الدراجين بان السياره بين بانها تعرضت الحادثه اي واحد الجهه فيها مبزطه اي ديك الجهه بحال مضروبه. هنا الناس ديال اللي بيجي عرفوا بان كاين شي حاجه ما هياش.
نفس الاقوال اللي تيقولوا العناصر ديال فرقه الدراجين، نفس المواصفات اللي عطى داك الولد حول داك الراجل الكبير اللي جا بالسياره من نوع 19. وشنو هاد المصادفه كامله؟ كيفاش الطوموبيل هادي من نوع 19 تيسوقها واحد الولد صغير، واحد راجل كبير وولد صغير بحالو راكب اللور، والطوموبيل مضروبه وجايب داك السرعه. ولما وقفوا مع عناصر ديال الدرك الملكي قالوا هما قيدوا اي الناس باينين بانهم مزروبين باغيين غير يمشيو بحالتهم. رجعوا لذاك المحضر ديال المعاينه، لان لما العناصر ديال الدرك الملكي تيديروا المعاينه تيديروا رقم المركبه، تيديروا الاسم ديال مالكها، كذلك كاينه الصوره المرفوقه لذاك المخالفه اللي داروا. رجعوا لذاك المخالفات، رجعوا لذاك النهار، غادي يلقاو بالفعل واحد السياره كان جايه تقريبا 110 في السرعه، والبلاكه اللي كانت في الطريق كان فيها تحديد السرعه 80، وهما جايين ب 110. طوموبيل من نوع 19 اللون ديالها ازرق عفوا خضر مغلوق، والرقم ديال الماتريكول ديالها ومالكها هو فلان بن فلان، تيسكن في واحد الباديه واحده اخرى. نفس التوقيت اي كما قال الطبيب الشرعي السيده تقتلت ما بين 5 و5 ونص تقريبا. هذيك 5 و35 دقيقه تقيدت هذه المخالفه. عرفوا العنوان ديال هذا السيد، مشاو موراه. لما مشاو موراه الجدرميه البلاصه اللي تيسكن فيها دقوا عليه، خرج راجل كبير، العمر ديالو تقريبا ماشي كبير وانما زعما راجل راه العمر ديالو متقدم شويه، راه تقريبا ما بين داك 66 سنه 67 سنه. السلام عليكم. السلام. سولهم شنو حب الخاطر، قالوا لي واش عندك شي سياره؟ قال لهم سيدي عندي. اي عطاهم واحد السياره واحده اخرى عنده واحد ايردوس. هذيك الايردوس قال لهم ودي هاد السياره، قالوا لي لا راه حنا عندنا واحد المخالفه درتيها بواحد السياره من نوع كذا وكذا وكذا. هنا هاد السيد بحالي تنفس الصعداء، عرف بانه يمكن جايين غير على شي مخالفه. لما شاف بان في يديهم المحضر المخالفه وكذا قال لهم ودي بالفعل عندي واحد السياره كي دايره وريها لينا. قال لك زدها هي. مشاو لحد النادر ديال التبل لقاوها تما مسطاليه. الناس ديال الدرك الملكي داروا حول السياره. هنا غادي يسولوه، قالوا لي هاد الضربه هذه اللي عندك في السياره اي ديك الحادثه مع من درتيها؟ وقال لك سيدي درتها مع تقريبا هذه واحد المده مزيان. مع من درتيها؟ وقال لك سيدي درتها مع واحد السيد تنعرفو. العناصر ديال الدرك الملكي سولوه، قالوا لي لما درتي هذه الحادثه واش جبتي السيد اللي دار لكم المعاينه ديال الحادثه، جبتي الكونستاتور عيطتي للدرك الملكي؟ قال لك لا، وهذاك السيد تنعرفو وحنا تصالحنا غير بيناتنا صافي، هو يصلح لي وانا نصلح له صافي. قالوا لي عطينا هذا السيد شكون هو اللي درتي مع الحادثه. السيد بدا كيدخل وخرج في الهضره. قالوا لي اسمع، النهار الفلاني لما شدك الرادار كان معاك واحد الولد هو اللي سايق هاد السياره هذه، وكان واحد اللور، شكون هما؟ وقال لك سيدي ولدي وولد خويا. فين هما؟ وقال لك سيدي راهم ما عرفتش فين راهم ما عرفتش فين راهم. قالوا اسمع الله يرحم والدي، هاد الدراري اي ولدك فينا هو، ولد خوك فينا هو. انا بغاو يحطوا معاه البيضه في الطاس ديك الساعه، يعرفوا داك الناس اللي كانوا معاه وداك الشيء اللي كان. مشاو تيقلبوا عليهم شدوه وخداو معهم هذا الراجل هذا اي صاحب السياره، وخداو السياره. هنا لما داو السياره المركز ديال الدرك جاو المختصين في الحوادث ولاحظوا بان ديك الضربه هي نفس الضربه، اي بحال كنقولوا شي واحد ضربك من واحد الجهه، وهذيك السياره ديال السيده اللي طلقات مقصوله مضروبه في نفس المكان. اي شي حد كان كيضربك من هنا وتيضربك من هنا، اي طوموبيل مضروب على جوج جهات. هاد السيد واخا يكذب يقول لك انا درت حادثه مع شي واحد، وما يمكنش انت تكون مضروب من هاد الجهه ومضروب من هاد الجهه، الا وا تضربتي مع جوج طوموبيلات دخلتي وسط منهم وضربوك من هنا وضربوك من هنا. واللي لاحظوا العناصر ديال المختصين في هذه القضيه ديال البحث في السيارات بانه كاين واحد شويه ديال الصباغه ديال السياره ديال الضحيه. لما وقع الاحتكاك الصباغه ديال داك الطوموبيل بقات لاصقه في هاد الطوموبيل هادي. هنا سولوه، فرقوا على بعضياتهم وجابوا هذا الراجل اي صاحب السياره. قال له اسمع الله يجازيك بخير، غادي نسولوك اش من علاقه عندك مع فلانه، اش من علاقه عندك؟ السيد كيدخل وخرج في الهضره. قال لك اسيدي ما كنعرف حتى وحده، ما عمري انا عرفت هاد السيده، ما عمري. واخا غادي يعيطوا لذاك الولد هو وباه، لان الولد قاصر. النيابه العامه ضروري ما كتحضر شي واحد اللي هو يكون مسؤول على ذاك الولد. جابوه وجابوا هذا الراجل هذا وحطوه في واحد البلاصه وسط واحد الناس، وجابوا داك الطفل هو الاب ديالو. قالوا له غادي تشوف لينا السيد اللي جا داك النهار سولك
على مرات مول الحانوت. بدا تيشوف مشى نيش عنده، قال لهم هو هذاك. اذا الولد ما غاديش يكذب عليه، انت اختارك وسط مجموعه ديال الناس، علاش ما شك في هذا وما شك في هذا؟ خرجوه نيشان، قالوا اسمع الله يجازيك بخير، هذه واحد المده تقريبا ديال 15 يوم مشيتي للحومه الفلانيه وسولتي على واحد السيده مزوجه وسولتي واحد الولد، وهذاك الولد قال لك بان ديك السيده مزوجه وعندها الولد، او عفوا عندها البنت، وكذلك عندها الراجل ديالها عنده محل ديال الحانوت. هنا هذا الراجل غادي يعترف. قالوا ما سيدي ما وصلتوا لي انا غنقول لكم الحقيقه، هذيك السيده انا قتلتها. علاش قتلتيها؟ قال لك سيدي غنعاود لكم. تيقول هاد السيد غادي نرجعوا واحد المده ديال 9 سنوات، لما كانت هاد السيده في العمر ديالها 40 سنه، كانت خدامه في المستشفى. تيقول هاد السيد واحد النهار جيت للمستشفى مع واحد السيد باش يقدموا لي الاسعافات، لقيتها تما عجبتني، بدينا كنهضروا، قالت لي انا فرمليه، وبقات بيناتنا العلاقه. خديت الرقم ديالها، بديت كنجي موراها تنتلاقاو، تمشيو هنا تمشيو هنا، على اساس بان فرمليه. واحد النهار قلت لها شوف، قلت انا راني مزوج، ولادي كبار، المراه كبرت، انا بغيت نتزوج. وقالت لي بانه الا بغيتي تزوج بيا مرحبا نزوج بك. هنا قلت لها شوف انا عندي واحد الدار هنا في المدينه غادي نشوفوها، ولا بغيتي تزوجي بيا سكني فيها. قالت لي صافي. مشينا لواحد السكن اقتصادي، عندي الدار تما، دخلنا ليا، قالت لي لا انا ما نسكنش هنايا، دار ضيقه والجيران بزاف وكذا وكذا، ما صالحه ليش. وقت شنو غنديروا؟ قالت لي شوف انا راه جامع شي بركه الفلوس وانت بيع هاد الدار هذه ونزيدوا نزيد داك البركه اللي عندي ونمشيو نشريو شي دار كبيره ونستقلوا فيها. قلت لها صافي. اي هنا تيقول هو بان هاد السيده هذه بينت لي بانها باغياني وباغا تزوج بيا. انا غامرت، وبعد داك الدار لما بعتها جيت عندها قلت لها شوف راه الفلوس شديتها وبعد داك الدار ودابا خصنا نشريو شي دار كبيره. قالت لي بانه كاين واحد صاحبتي راجلها مقاول، قالت يبيعوا شري في الديور، وراني وصيتها باش تكون شي دار زوينه ويحسبها لنا بشي ثمن مناسب. وانا قلت لها بانه هاد الفلوس اللي عندي فين غنديرهم؟ وقالت لي اما خبيهم اما شوف انت شي بلاصه. انا كنت كنثيق فيها، قلت لها شوف هاد الفلوس شديهم عندك، شدي هاد الفلوس عندك وزيدهم عندك البركه اللي عندك حتى يوجدوا هاد الديور هادو ونمشيو نشوفوهم ونتكلوا على الله. قالت لي صافي. ولكن كنتفاجئ بانه بعد يومين السيده طفات التليفون، ما بقاتش كتجاوب. مشيت للسبيطار، انا تنسول على هاد السيده لانها فرمليه. الناس ما قالك ودي حنا ما عندنا حتى شي فرمليه بهاد السميه هادي. السبيطار كامل ومده هادي ما عمر شي وحده خدمت معنا بنفس الاسم. بديت كنقلب واش هاد السيده واش كذب عليا، وانا جيت لقيتها في السبيطار. وقدمت لي نفسها على اساس بانها ممرضه او فرمليه، ولكن غنتفاجئ بانها ما عمرها كانت فرمليه. شكون هي السيده؟ العلم لله، انا ما عندي لا صوره ديالها ولا شي حاجه اللي نعرفها فين كتسكن. انا فقط كنت كنجي عندها المستشفى، تنهزها في الطوموبيل، تمشيو نتغداو هنا، ناكلوا هنا، نمشيو لهنا، عاوتاني نحطها ونمشي بحالاتي. ما عرفاش فين ساكنه، كانت هذه الاقوال ديالو. قال لك سيدي بعد مده وانا تنقلب عليها ومشيت عند البوليس ودرت شكايه بالنصب. هاد السيده نصبت عليا، ولكن البوليس كيشوفوا بان الشكايه غير كامله. وهاد السيده شكون هي؟ كيفاش انت السيده ما كتعرفش سميتها، ما كتعرفش فاش خدامه وعاطيها الفلوس وتايق فيها؟ اذا القانون لا يحمي المغفلون. هاد السيده راه كتعرفها فين هي، نمشيو نجيبوها ونبحثوا معاها. ولكن السيد تيعطي بان الاقوال ديالو ناقصه. هاد السيده ما عرف شكون هي. انا كنعرفها خدامه في السبيطار، مجاو البوليس لتما سولوا نفس الاقوال، قال لك لا سيدي ما عندنا حنا حتى سيده فرمليه بهاد السميه هادي، وما عمر خدمت شي فرمليه بهاد السميه فهاد السبيطار. وهاد السيده شكون هي؟ دار شكايه ديالو، بقات هذيك الشكايه هكذاك لحدود الان. ورجعوا العناصر ديال الدرك الملكي لارشيف وجبدوا داك الشكايه ولقاو بالفعل السيد داير شكايه. داز واحد الفتره وانا تنقلب عليها، اي تيقول هذا المجرم بانه داز واحد الفتره وصل الخبار لولادو وكذلك حتى لخوتو. حتى واحد النهار تيقول هو انا غادي بالطوموبيل وهي تضوبني واحد السياره. هذيك السياره لما ضوبلاتني انا شفتها بانها هي اللي صايقه، وحدها واحد الراجل والبنت اللور. انا تاكدت بان هي، رجعت ضوبلتها وشفتها في المرايات وعقلتها.
لما عقلتها رجعت عاوتاني كنقص من السرعه وخليتها دوبلاتني وبقيت غادي موراها، هي غاديه وانا موراها، هي غاديه وانا موراها، حتى عرفتها فين ساكنه ومشيت بحالاتي. الوقت اللي مشيت بحالاتي رجعت مره اخرى وسولت داك الولد، قلت له واحد السيده فين ساكنه فين ساكنه، وكانت يلا دخلت وقال لي بانه هذيك السيده راه مزوجه وعندها واحد البنت وراجلها عنده محل ديال المواد الغذائيه. بقيت انا تنترصد ليها. هذاك النهار اللي غرتك فيه الجريمه عيطت لولد خويا، ولدي كان هو اللي سايق، انا كنت راكب حداه ولد خويا اللور. السيده خرجت من الدار، حنا تبعناها، مشات في الاتجاه بحال غاديه للمدرسه، انا عارفها كتجيب بنتها من المدرسه، ولكن هي ما وقفتش في المدرسه. الوقت اللي عرفتنا بانها تابعينها هربت ذاك الغابه، حنا بدينا كنطاردوها. ولد خويا بدا تيضربها بالطوموبيل، ضربها من الاتجاه وضربها من الاتجاه، بغى يخرجها، اما يخرجها لطرف الغابه او يخرجها لطرف الغابه الاخر. واحد اللحظه وهي توقف، الوقت اللي وقفات فتحت السياره وهربت، حنا تبعناها. الوقت اللي تبعناها بدات كتغوت، انا الوقت اللي شديتها ما رحمتهاش، اول حاجه ضربتها الراس ديالها، طاحت في الارض وبدينا تنهزوا الحجر وتنضربوا فيها حتى قتلناها. كانت هذه الاقوال ديال هذا المجرم، تيقول بان الجريمه ارتكبتها انا وولد خويا، اما ولدي بقى في السياره، الولد اللي بقى في السياره وما خرجش منها، هي براوه، ولكن هو اللي حاصر الطوموبيل، هو اللي خرجها من الطريق. كانت هذه الاقوال ديالهم، وقال لك سيدي لما قتلناها ركبنا في الطوموبيل ورجعنا وشدنا الرادار. هنا غادي يجيبوا الام ديال الضحيه. الام ديال الضحيه قالت واحد المعلومه، هذه المعلومه اما هي بان بالفعل البنت ديالها جات عندها واحد النهار وقالت لها راه عندي شي فلوس وشي واحد راه كنت باغي نتزوج به، هو مزوج وكذا. والوقت اللي حصلته مرته قال لي هاد البركه ديها وصافي نتفارقوا، وصافي تما تفارقنا. اي عفوا، تما قالت بانه البنت ديالها تفارقت مع داك السيد، ولكن الفلوس اللي كانت كثيره، ولكن هي كانت ناصبه على السيد ودات له فلوسه، ادات ليه فلوسه وجات وبدت النمره وخرجت من داك الخدمه. من بعد واحد الفتره تزوجت. كانت هذه الاقوال ديال هذا المجرم، وكانت هذه الاعترافات. انا غادي يتقدموا للعداله، هذا المجرم غادي يتقدم للعداله، غيتحكم بالعقوبه ديال المؤبد، ولد خوه بالعقوبه المؤبد، اما ولده غادي يتحكم بالعقوبه ديال 15 سنه، لانه ما شاركهمش في الجريمه ديال القتل، فقط هو خرج الضحيه من الطريق وصدم السياره ديالها. متابعينا الكرام، كانت هذه قضيه اليوم وهذه جريمه اليوم، نتمنى تكونوا استفدتوا منها وخديتوا من العبره. هنا العبره شنو هي؟ الانسان ما خصوش يرتكب الجريمه بيديه، ما خصوش ينتقم بيديه. كاين القانون في البلاد، عرفتيها فين ساكنه، عرفتي داك السيده نصبات عليك وعندك شكايه قديمه، رجع فعل الشكايه ديالك وتبع القانون. شوفوا سخونه الراس في كتأدي. متابعينا الكرام، الحلقه ديال اليوم سلسنا، الى عجبتكم بارطاجيوها مع اصدقاء ديالكم وكثرنا من التعليق وكثرنا من اللايك من اجل مواصله نشر هذا المحتوى. وكما كنقولوا في نهايه جميع الحلقات، الله يبعد علينا وعليكم شر الخلق. دمتم في رعايه الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.